السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم من جديد، فيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الميني حريشات اللي كيجيو الصراحة لذاذ ومكونات جد ساهلة. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. قبل ما نعطيكم المقادير ديال هاد الميني حريشات، كنرحب دائما بالناس اللي معايا في القناة، وكنرحب دائما بالناس الجدد واللي اول مره كيشوف القناه ديالي. نتمنى ما ينساش يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وما تنسونيش من اللايك ديالكم فضلا وليس امرا. واخا ما كنلقاش واحد التفاعل في القناه، ما نطولش عليكم، نبداو على بركه الله. اول حاجه عندي هنا بالنسبه للميني حريشات، انا غادي عندي واحد 400 غرام ديال السميده رقيقه اللي كتكون خاصه بالحرشه. عندي واحد المعلقه صغيره ديال الخميره حبيبات. عندي هنا واحد شويه ديال الملحه. غادي نضيف عليها واحد 2 معالق ديال السكر على حسب الحلاوة اللي كتبغيو. المهم أنا عندي هنا 2 معالق كبار ديال السكر سنيدة. غير تبعوا معايا مرحلة بمرحلة. أنا هنا غادي نحضر بهاد السميدة، غادي نحضر ميني حريشات، وهنا غادي ندير شوية واحد راس معلقة ديال الخميرة ديال الحلوى. إلا بغيتو نتوما ممكن هاد المقادير ديروا بهم حرشة، يعني حرشة كبيرة، حرشة عائلية. ولكن أنا غادي نديرهم ميني حريشات اللي كيجيو بصراحة لذاذ وهشاش. صافي هنا كيما كتشوفوا كنحاول نفند ديك السميدة، كنخلط دوك النواشف. وغادي نضيف هنا كيما كتشوفوا عندي واحد نصف كاس ديال زيت المائدة، نخويها مباشرة على دوك الخليط. صافي هنا كنبدا نحربل، كنخلط ديك السميدة بحال هكا نلبسوها مع داك الزيت. وغادي نضيف شوية الماء دافي، تقريبا واحد الكاس ديال الماء دافي. وصافي من بعد ما غادي نخلط السميده ديالي، غادي نخليها تروبوزا في سطح العمل، ومن بعد غادي نبداو نشكلوها. غير تبعوا معايا مرحله بمرحله، وغادي نعاود نخلي لكم المقادير في صندوق صافي هنا من بعد ما فندنا السميده وخليناها ارتاحت واحد 10 دقائق، كنجيبو مقله اللي كتكون مقله غليظه اللي كتكون خاصه بالحرشه. صافي هنا كنوضع شويه ديال زيت المائده، غير واحد شويه، وغادي ندردر على واحد شويه ديال السميده، نفس السميده اللي شكلنا اللي خدمنا بها، درنا بها الحريشات. هي نفسها غادي نوضعوها شويه في المقلاة، وغادي نبدا نشكل على شكل الكرات، وغادي نفندهم مزيان في ديك السميده اللي كتكون خاصه بالحرشه. وغادي نجيبو شي زليفه ولا شي بورط بياس، وغادي نبدا نشكل فيها، وغادي نبداو نطيبوا فيها. يعني بصراحة الطريقة سهلة وكيجيو بصراحة لذاذ هاد الحريشات، يعني ساهلين. ممكن نحضروا منهم كمية كتيرة ونديروهم في المجمد، وفين ما بغينا نخرجوهم بصراحة كيبقاو بحال يلاه حضرتيهم. المهم غير تبعوا معايا مرحلة بمرحلة. صافي هنا كما كتشوف كنحاول نجمع داك الخليط ديالي، وغادي نبدا ناخذ منه يعني جزء بجزء، غادي نبدا نشكلهم على شكل كرات، وغادي نفندهم في نفس السميده اللي خدمنا بها الحريشات. صافي هنا كناخدو كمية لا بأس بها. غادي نبدا نشكلها على شكل كرة، وغادي نبدا نقادها. يعني ممكن لا عندكم شي زليفة ولا شي بورت بياس. صافي هنا كنبدا نفندها مزيان بالسميده، ومباشرة كنديروها في المقلة. بقاو معايا حتى تشوفوا الشكل النهائي من بعد ما طيب لينا لي ميني حريشات.
او الميني حريشات كيطيبوا صافي من بعد ما كيطيبوا كنبداو نقلبوهم حتى كيكملوا الطياب ديالهم. هانتوما كما كتشوفوا صافي هنا غادي نكمل الكميه اللي عندي. صافي هنا من بعد ما طابوا لي الميني حريشات هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنقدموهم مع شويه المربى وشويه الفرماج، يعني كيبقى الاختيار ديالكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الميني حريشات اللي شاركت معكم اليوم. كنتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم لا فيديو ديالي ما تبخلوش عليا بلايك وتشجيع وبارطاج مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده وباش تشجعوني باش نزيد ننزل مزيد من الوصفات معكم ان شاء الله. هانتوما كما كتشوفوا عن قرب كيفاش كيجي الصراحه الشكل ديال الميني حريشات، كيجيو بصراحه لذاذ ورائعين. نتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم.